شوية كان نجاح وشوية كان فشل هذا التحدي. ما كملت ال5 أيام اللي ردت أسويها، وصلت تقريبا للنص وتوقفت، مو لأنه ما قدرت أتحمل، بس حسيت نفسي مدى استفاد من هذه التجربة. حسيت عبالك واحد جاي يريد يرفع أثقال 100 كيلوغرام، بس هو على ال5 كيلوات ما متدرب بعده. أنا كنت جاي دارد أسوي 50 ساعة من هذه التأمل، بس هي كانت ال10 دقائق كلش صعبة. فهسه بالنسبة لي التحدي والصعوبة اللي أحتاج أني أواجهها هي هذا موضوع المايندفولنس، ويوميا أسوي لي فد ربع ساعة وأمارسها وأتمرن عليها. وكل واحد يجوز يسوي هذا الموضوع بطريقة مختلفة، يجوز من خلال الصلاة، تأمل، هيك هاي القعدة، أو أي وحدة من هاي الأمور الروحانية الأخرى. وبالنسبة لموضوع الأكل ما كان كلش صعب، صحيح اشتاقت الأكل وكل ساعة أريد أجرب أكل، بس كنت أذكر نفسي أقول إذا أنا هاي الشغلة الصغيرة مدى أقدر ألتزم بيها، شلون أقدر أسوي تغييرات كبيرة بالدنيا وأشجع الناس على التغيير. فالمهم بالرغم فشلت بالتحدي الأصلي، بس أحس نجحت بطريقة أخرى وطلعت بتعهدات وأشياء مهمة. وهم أنا حسيت بروحي شوية منافق، لأنه أنا دائما أقول للناس تحدوا نفسكم وواجهوا مخاوف، وأنا مكيف بروحي عودين دا أتحدى مخاوف، بس بالحقيقة هاي الأشياء اللي أنا أسويها جزئية مو كلش صعبة علي. فيعني أنا ما مسوي إنجاز، وبالمقابل الأشياء الصعبة أنا متجنبة وما محاول أتدرب عليها وأقوي نفسي بيه. وهم هذا تذكير لكم إذا أنتم تحبون تفكرون شلون توسعون مهاراتكم، شنو الأشياء اللي هي صعبة عليكم شخصيا أنتم، مو شرط صعبة على كل الناس أو بصورة عامة. كتبوا لي عن هاي الأمور وشاركوني تجاربكم، وأشوفكم بالمرة الجاية.